انت غالي ومحبوب وامورك كلها غاليه. ما تخافيش، ما تخافش من العيان. احنا مش بنعيش بالعيان. ممكن يكون عندك هموم، ده العيان. ممكن عندك مقابله صعبه، عندك مرض، عندك تحاليل، ممكن عندك ديون، كل ده اسمه عيان. لكن الايمان الله بيهتم بيا، الله لن يتركني، الله في صفي، الله يستخدم كل الظروف دي لخيري، الله استحاله يفرط فيا، الله استحاله يسيبني، الله هيديني قوه تحمل، الله هيغير زوجي، هيغير مراتي، هيغير عيالي. وده الايمان، ان الله عظيم وايده طايله وبيحبني وانا مش متروك وانا غالي. هو ده. العين تشوف زي ما تشوف، العين تشوف زي ما تشوف، بس انا مش بعيش باللي بشوفه بعينيا، انا بعيش بالايمان. الايمان الله لم يره احد قط، ابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. انا ليا الله في صفي. عشان كده انا بدعوكم النهارده، مهما كانت حالتك، مهما اللي انت شايفه لو كان مقلق، ما تعيش بيه، ما تستسلمش له، استسلم لله اللي يخرج من الاكل اكل، من الجافي حلاوه، اللي يقدر ينقذك مش زي الشعره من العجين، اللي يكون معاك في جب الاسود، اللي يكون معاك في اتون النار، اللي يخليه يجيب لك اكل من السماء، اللي يشق البحر. ما تخافش حتى لو ظروفك صعبه، هيشق لك الظروف دي، يكون معاك في وسط الظروف ويخلي الظروف دي تتحول لمجد في حياتك. ما ممكن الظروف الصعبه دي تكون بتشكل شخصيتي، بتخليني شخص قوي، بتعمل مني انسان قوي. الظروف السهله بتخلينا كرعين، بتخلينا ان احنا ملناش ثمن، ملناش قيمه، بتخليني شخصيتي ضعيفه، ابقى تافه. لكن الظروف الصعبه بتديني، بتشكل في شخصيتي، بتقويني، بتخلي شخصيتي اقوى. بشوف ربنا، بشوف مجد ربنا، بشوف سلطانه. الظروف الصعبه بشوف قوه الله، بشوف محبته، بشوف مجده. صدقوني، اوعى تكون فاكر ان انت لوحدك في ظروفك، ده ربنا هيستخدم الظروف الصعبه دي نقله في حياتك، زي ما استخدم البير في حياه يوسف، رموه في البير واترمى في بيت فوتيفار عبد واترمى في السجن. كل دي كانت خطوات للمجد في حياه يوسف. ارجوك ما تفكرش دلوقتي في اللي انت عايش فيه، فكر في الله اللي انت مش شايفه يقدر يعمل ايه. فكر ان امورك المرعبه دي في ايده ضعيفه جدا، في ايده ما تجيش حاجه. ذره ايمان في ربنا تنقل جبل. ما تخافوش، تنقله من على قلبك، تنقله من على ذهنك، تنقله من طوله على حياتك. الايمان بالله، قدام الله الجبال بتدوب. لما تستحضر ربنا لمشكلتك، المشكله هتدوب سد، حتى وهي موجوده تدوب. جربوا كده، جربوا كده، ما تقعدش تبص على المشاكل، بص على الله. اللي بيبص على المشاكل هيجيله احباط، اللي يبص على الله وسلطانه ومحبته وايده القديره. يعني ربنا ما بسهوله قوي يشيل كل الظروف الصعبه، بس هنبقى احنا ضعاف جدا، شخصياتنا ملهاش ثمن، شخصيات تافهه وضعيفه.